هاقول لك على سر خطير، أنت عارف إن في واحد قاعد جوّه دماغك حرفيًا عمّال يحكي لك على قصص سودا، وأنت عمّال تسمع له ومصدّق كل كلمة هو بيقولها. بُص بقى يا سيدي، أنت ساعات بتكون قاعد لوحدك بس جواك حفلة، صوت كده عمّال يزن وييجي لك يقعد يقول لك أنت فاشل، أنت منافق، أنت مش قادر تبطّل حتى الذنب اللي أنت بتعمله، يقعد يقول لك بُص الناس عملت إيه وأنت ما عملتش أي حاجة في حياتك. الصوت ده بقى عمره ما ييجي لك وأنت فرحان، دايمًا بييجي لك وأنت زعلان، يعني بمعنى أصح بيختار الوقت اللي أنت بتكون ضعيف فيه، ويقعد بقى ينكش في أوجاعك اللي فاتت لغاية لمّا يجيب لك الهموم كلها، والأصعب بقى إنه بيلعب على وتر حساس أوي، وهو المستقبل. هتعمل إيه بكرة؟ هتلاقي شغل إزاي؟ هتتصرف إزاي مع المسؤوليات والديون؟ المصيبة بقى إن أنت بتقعد تسمع له وبتسرح أوي مع خيالاته دي، وبتعيش جوه فيلم رعب أنت بطل تعيس فيه، وأنت فاكر إن دي أفكارك، لكن الحقيقة أنت قاعد بتشرب شاي مع الشيطان وأنت مش واخد بالك. ربنا بقى سبحانه وتعالى فضح اللعبة دي وقال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يعني ربنا بيقول لك كل الوساوس دي مش صدفة، دي خطة منظمة هدفها إن هي تحزنك وتخليك تبعد عن ربنا وتكتئب وتضعف وتوصل لمرحلة تقول أنا مش قادر أكمل ومش قادر أصلي. بس اسمع بقى الآية للآخر، ربنا بيطمنك ويقول لك: وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. يعني مهما الشيطان لف حواليك مش هيقدر يهزمك إلا لو ربنا أذن له، وربنا بقى أرحم بيك من نفسك. عشان كده قال لك: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني المؤمن الحقيقي مش بيصدق الخوف ولا بيعيش في وهم الوساوس، يعني المؤمن عارف ان اموره كلها بيد ربنا سبحانه وتعالى. عاوزك كده تقف وتاخد نفس وفوض امرك لله، واقفل باب دماغك في وش الوساوس دي، وافتكر دايما مش كل صوت جواك هو صوتك، ومش كل خوف بتحسه خوف حقيقي، ومش كل هم انت شايله جوه صدرك له وجود اصلا. خليك ماسك في ربنا، لان انت طول ما انت متوكل على الله مفيش قوة في العالم هتقدر تهزمك. خليك واعي وخليك فاهم اللعبة ماشية ازاي، ما تسلمش قلبك ولا ودانك لصوت عدوك.